السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي. احنا النهاردة هنعمل العزازية في 10 دقايق بس، ما كملناش كمان على فكرة، ده 3 دقايق. بصوا، العزازية حاجة جميلة جدا، اللي أول مكرونة بلبن زي ما بيسموها، اللي هي المضروبة في الخلاط. حاجة حلوة قوي قوي لولادك. بصي، في 10 دقايق كده بس بتخلصيها وبكون محمرية وزي الفل. انا رفيدة ممدوح، ودي كانت اكلك على قدك. لو اول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناة، يسعدني تشريفكم معايا، وكمان اسعدوني بكومنت حلو كده منكم، واكتبوا واعملوا لايك واكتبوا لي بتتابعوني منين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا عملنا العزازية حبة شعرية، كوباية شعرية، حطيناها في مية وهي سقعانة، وحطيناها على النار لحد ما غليت كده زي ما انتوا شايفينها، واستوت في المية. وبعدين جبنا حبة اللبن الحلوين دول، حطينا عليهم، طبعا حطينا لها السكر ودوقيها، سكري غير سكري، يعني كل واحد بيحبها محليه، واحد ما بيحبهاش محليه. وحطينا في قلبها معلقتين سمنه وحبه فانيليا سايله او فانيليا بودر، كيس فانيليا بودر. بس اهي زي ما انتوا شايفين، اسهل منها ما فيش. وقبل ما تنزليها حطي معلقتين لبن، معلقتين نشا في قلب كوبايه اللبن السقعانه، وحطيها عليها ودوبي زي ما انت شايفه كده على النار. احنا لسه حاطينها على النار. بعد ما حطينا النشا بنسيبها حركة، يعني اول ما تغلي كده نبتدي اهو بنقلب فيها. اهي ابتدت تربط خالص اهي، زي ما انتوا شايفين، سهلة جدا جدا، مفيش اسهل من كده وسريعة. وطعمها بصوا، عايزة اقول لكم حكاية. دي العزازية الدمياطي اللي بتبقى في علب الحلاوة بالطريقة الأصلية. اعمليها، نصيحتي ليكي اعمليها بالشعرية، ما تعمليهاش بالمكرونة. بالشعرية بتبقى أخف وحلوة جدا، بتبقى خفيفة على الخلاط كمان، وبتبقى شايفين زي ما انتوا شايفينها كده نازلة، بصي سايلة خالص. بنحطها في قلب الخلاط بقى ونضربها، وبنقوم مطلعينها على وشها حبة سمنة، أو هي بتطرد السمنة اللي تحت فوق زي ما انتوا شايفين كده. ما حطيتش على وشها سمنه على فكره، هي السمنه اللي كانت في الصينيه من تحت. اهي طلعتها لفوق، سبتها بس فقاقيع كده، حاجه بسيطه. الفرن بتاعك شغال فوق وتحت، دخليها الفرن اهو. كنا عاملين صينيه سمك في قلب الفرن. بوريكم النار هاديه، بتطلع بقى بصوا حكايه. طعمها جميل جدا جدا وخفيفه، وحاجه بصي في منتهى الجمال. لو وصلتي معانا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك حبايبي في الله، اللايك بيرفع الفيديو. واكتبوا لي تعليق، ايه رأيكم في العزيزية بتاعتنا النهاردة؟ طعمها حكاية، ويا سلام لو حطيت عليها حتة سمنة بلدي، يا خراشي على الروعة بتاعتها. تمام. العزيزية طعمها جميل جدا، او المكرونة بلبن، بس المكرونة بلبن بتبقى بمكرونة، ما تعملهاش بالمكرونة الصحيحة، اعملها بالشعرية. الشعرية بتبقى اخف. المكرونة الصحيحة حتى لو سويتيها قوي بتبقى برضو مخرزة شوية، انما الشعرية بتبقى حكاية بجد. شايفين طراوتها وحلاوتها وجمالها، اقول بس طريه جدا وحلوه قوي قوي بجد، حلوه قوي. ولعي على الفرن من فوق ومن تحت. عايزه تولعي بس من فوق زي ما انا عملت كده، حمري بس، وهي من تحت خلاص رابطه وزي الفل. شكرا، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.